موظف جمارك اسمه ألويس هتلر. ألويس ده هيعمل في البشرية حاجة صعب توصف، هيخلف هتلر اللي هينيم العالم من المغرب. ألويس يوميا كان بيصبح الواد بعلقة وبيمسيه بعلقة. أكيد الواد ده كان بيخنق إخواته بالليل وهم نايمين. طب أكيد كان بيجبرهم يشموا شرابات وهم صاحيين. برضه لأ، أصل هتلر كان عاوز يطلع، والله ما عارف اقولها ازاي، هتلر كان عاوز يطلع فنان. المهم يا معلم انه ألويس ابو هتلر ما طولش، وفي يوم 3 يناير سنه 1903 راح يضرب كاسين في الحانه، اندلق مات واصبح هتلر يتيم. اهلا بالحريه بقى، وهعيش مع ام حبيبه قلبي بهيره هانم بهير. بحبوري قال لمامي ايه؟ يا ماما بحبوري قال لمامي ايه؟ طول ابو هتلر ما كان عايش كان هتلر بيدرس عشان يكون موظف، وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه. في الابتدائي كان اشطر شطور، لكن في الثانوي الواد انفجر من كتر الضغط، وكان بيشرب مع العيال سجاير في الحمام ويروح معاهم سينما ميامي اللي عند النفق دي يتفرجوا على افلام لا مؤاخذه. وفي الثانوي ابوه مات وبعدها امه ماتت. طلع هتلر يجري على فيينا عشان يدرس في كلية الفنون الجميلة، لكنه اترفض مرتين. كنتوا اقبلوه منكم لله يا بعض، خلاص حبكت يعني، هو ده اللي كان هيبوظ الفن؟ ده احنا ابننا فنان ومش اي فنان. ولما لقى ان الموضوع باين له كده ما فيهوش فن، قرر يدور على شغل عشان ياكل منه عيش. فقامت الحرب العالمية الأولى، قال بس أنا هتطوع في الجيش الألماني. سنة 1913 سافر النجم لميونخ وعمل اختبار الخدمة العسكرية النمساوية، صنف إنه غير لائق واترفض بسبب وزنه الرفيع جدا. لكن لما قامت الحرب العالمية الأولى قدم هتلر طلب تاني للملك لويس الثالث، والمرة دي اتوافق على طلبه، وبعد 8 أسابيع من تدريبه اتوزع مع فرقة المشاة الاحتياطي ال16 اللي حاربت في بلجيكا وفي فرنسا، وكانت مهمته من أخطر المهمات في الحروب، فكان رسول بين الجيوش على الجبهة الغربية وشارك جنبها في عدد من المعارك، واتصابت رجله في الحرب. وفي الحرب العالمية الأولى كان هتلر من الجنود اللي شافوا قدام عينهم ازاي بلادهم بتخسر بني آدمين وفلوس وكرامة، فكل اللي شافه كان ليه فضل كبير قوي في تكوين تفكيره، وأثبت شجاعة كبيرة في الحرب فاتكرم واخد ميداليتين. وقبل ما اقول لك ليه قرر يحرق اليهود بالذات، خليني احكي لك شويه عن افكار هتلر الغريبه. هتلر كان نمساوي لكنه كان بيتكلم الماني، ووقت ما كان قاعد في فيينا كره كل الاجانب، او ممكن نقول كل اللي مش ألمان، لدرجة انه كان بيتريق على بلده النمس اللي كانت بتتعرف ب8 لغات رسمية. وكان من افكاره المتطرفة ان مفيش حكومة هتفضل في السلطة لو قررت تساوي معاملة كل الجماعات العرقية فيها، لانه كان ضد المساواة بين البشر. فالعرق الآري هو العرق الأسمى واللي لازم يتمجد وعلى رأسه الألمان، فالناس البيض الطوال اللي عينهم خضرة وشعرهم أصفر دول لازم يكونوا هم الأسياد طبعا. طب وانت مالك يا هتلر بالكلام ده كله؟ انت اصلا قصير وشعرك بني. افكاره كلها كانت عنصرية، الله يمسيه بالخير. وموقفش لحد هنا بس، ده قسم البشرية لجزئين، الجزء الاول بناة الحضارة والجزء الثاني هم محطمي الحضارة، واكيد الشعب الالماني ضمن بناة الحضارة. نيجي بقى لليهود، العدو الاكبر لهتلر، فكان شايف انهم عرق منفصل وادنى من كل الاعراق اللي في العالم، وطفيليات لازم العالم يتخلص منها لانهم خطر كبير على الالمان والعالم كله. فكانوا بالنسبه له التجسيد الحقيقي للشر. كان عنده بعد نظر الراجل ده. وبالمناسبه كلام هتلر كله عن اليهود كان على اساس عرقي ملهوش علاقه بالدين، فمن حب لليهود عمل لهم محرقة، وضحيتها كان ملايين من اليهود في الحرب العالمية الثانية بسبب هويتهم وعرقهم ودينهم مخلاش. فالأرقام قالت إن 7 من 10 يهود في أوروبا اتقتلوا على يد النازية. إيه ده يا رسلان أفندي؟ هي إيه النازية دي أصلا؟ النازية هي أفكار كانت متطرفة وشايفين إن الألمان أفضل البشر، زي ما كلمتك من شوية عن الجنس الآري، وكان هتلر زعيم الحزب النازي. المشكلة بقى يا سيدي إن هتلر اتعين مستشار لألمانيا سنة 1933، ومن اللحظة اللي مسك فيها السلطة وهو والحزب النازي مضطهدين الناس اللي كانوا شايفينهم ملهمش لازمة زي اليهود كده. مش أنا اللي بقول والله، ده هتلر وأصحابه. وبدأوا يطلعوا قوانين في قوانين كلها تمييز ضد اليهود، فمنعوهم من دخول أماكن كتيرة جدا واتحذروا من تولي الوظائف. وبدأ النازيين يعملوا معسكرات اعتقال وحطوا فيها كل اللي سموهم أعداء الدولة، فكان بيحكم ألمانيا بإيد من حديد، لدرجة إن في سنة 1934 طلع قانون اسمه قانون النميمة الخبيثة، بيسجن أي حد بيقول نكت حتى عن النازية. حتى الضحك صعبتوه علينا. واتحظرت موسيقى الجاز، والمناهج المدرسية كلها بقت عن أفكار النازية، حتى الإعلام كله بقى موجه
ويستحيل ينشر أو يتكلم عن حاجة ضد النازية. وفي يوم 9 نوفمبر سنة 1938 كانت ليلة عنف ضد الشعب اليهودي، ما هو هتلر حطهم في دماغه وقال لازم اصفيهم، واتسمت الليله دي بليله الزجاج المكسور، حاجه كده زي اللبن المسكوب. اتسمت كده لان الازاز المكسور كان مغطي كل شوارع المدينه بسبب ضرب محلات ومتاجر اليهود، فاتقتل في الليله دي بس 91 يهودي، واعتقل هتلر 30,000 واتدمر 267 معبد يهودي في الفترة دي. وفي سنة 1939 غزت ألمانيا بولندا، فقامت الحرب العالمية الثانية. وطبعا هتلر مش هيسيب يهود بولندا في حالهم، أجبرهم كمان يعيشوا في أماكن محددة وعاملهم بنفس المعاملة الكلابي، وقتل منهم كتير. ولما جاب آخره خالص قال هو أنا كل شوية هقتل لي كام يهودي؟ الكلام ده مش نافع، أنا هحرقهم كلهم، أو اللي اتسمى في التاريخ الهولوكوست. وفي بداية الأربعينات فكر في معسكرات الإبادة، وشاف إن ده الحل النهائي عشان يخلص على كل يهود أوروبا. فكان أي يهودي يقابله يحرقه على طول. ومش اليهود بس، ده كمان كان بيتخلص من الغجر وذوي الإعاقة والسود والمعارضين السياسيين، وأي حد مش ألماني يقابل هتلر كان بيشويه. منهم لله بتوع فنون جميلة، كنت سيبيه يمسكها فوزية، كنتوا مخدتوه يرسم معاكوا يا شباب، ويبقى شاب فنان لازق شنب هنا كده، والعالم مش حاسس بحاجة وخلاص. ولما بدأ يخسر في الحرب العالمية الثانية كان الجنود اللي بيحاربوه بيسيطروا على الأماكن اللي أخدها، وطبعا بدأوا يكتشفوا المعسكرات. ولما حس هتلر إنه هيتكشف قرر يخفي وراه كل الأدلة اللي على المحارق اللي عملها، وبدأ يدمر المعسكرات نفسها. واللي كان لسه عايش فيها أجبروه ياخدها مشي لحد معسكرات الاعتقال في ألمانيا نفسها، فكانوا بيموتوا في طريقهم بطبيعة الحال. واتكشفت مصيبة هتلر للعالم كله، وبقى الكل عارف اللي عمله في اليهود، وبدأوا يحرروا المعسكرات اللي فاضلة. لكن حتى اللي اتحرروا ماتوا بعد ما خرجوا بسبب الأمراض اللي انصابوا بيها. ومنهم اللي راح بيته لقى فيه غربة قاعدين فيه فانطردوا من بيوتهم، ومفيش ولا دولة طبعا هتستقبل العدد ده كله من اللاجئين. سبحان الله يا أخي. وسنة 1946 اتجرمت الإبادة الجماعية اللي عملها هتلر بموجب القانون الدولي. طب وهتلر يا رسلان أفندي كان خلقه ضيق، انتحر قبل نهاية الحرب لأنه كان عارف مصيره، وأمر جنوده يحرقوا جثته وجثة مراته إيفا براون، لأنه كان خايف يتشفوا منه زي ما حصل في زعيم إيطالي موسوليني. ما تنساش تبص على المصادر وتقول لي عاوزني احكي لك حدوتة مين وايه الحلقة الجاية في الكومنتات. سلام.